غرور سياسي مثل هذا. نحن هنا لإجراء محادثات غير مباشرة على شكل حوار سوري بدون شروط مسبقة وبدون تدخل خارجي. احفظوها، هي فاتحة بالقرآن تبعنا، احفظوها هي. بدون تدخل خارجي وبدون شروط مسبقة. صدق الله. موضوع التفتيت شيلوه من ذهنكم نهائيا. كل من يفكر بقصة انه بدنا نفتت سوريا، يعني مع كل الاحترام ياخذ دواء بنادول او ادفيل ويخلص من هذا الوهم، لانه نحن تعرف اخي الكريم حبيبي. مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. المملكة العربية السعودية مستعدة للمشاركة في أي عملية عسكرية برية في سوريا لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية ضمن التحالف الدولي. نحن نعتقد أن بشار الأسد جزء المشكلة وليس جزءا من الحل، ولذلك ونعتقد أيضا أنه فقد الشرعية بحكم قتل أكثر من 300 ألف سوري وتشرد أكثر من 12 مليون سوري وتدمير سوريا بشكل شامل، ولذلك لا نعتقد أنه يتمتع بأي شرعية، ولا نعتقد أن هناك دور لبشار الأسد في مستقبل سوريا بأي شكل كان. والسؤال بالنسبة لنا، هل سيتم رحيل الأسد عبر العملية السياسية والذي نفضله تفاديا لمزيد من فسك الدماء والدمار، أو هل سيرحل بشار الأسد بسبب هزيمة عسكرية؟ نعتقد ونؤمن أن نظام بشار الأسد انتهى. أما يرحل بعملية سياسية أم ينتهي بسبب عمليات عسكرية. ونحن نأمل. قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إنه بحث مع مسؤولين أمريكيين مشاركة بلاده في التدخل في سوريا لمواجهة داعش، وجدد استعداد السعودية للمشاركة بجنود على الأرض في حال قرر التحالف الذي تشكل السعودية جزءا منه إرسال قوات برية. بالنسبة لخطة باء، بالطبع ستكون هناك خطة باء في حال فشل العملية السياسية في سوريا، ولكن لا أستطيع أن أتحدث عن هذه الخطة الآن، ولا أعتقد أنه من المناسب أن يتم تداول تفاصيل خطة مثل هذه عندما تتأسس في بشكل عام. الآن أول فرد حربي سعودي تركي الآن على الحدود السورية. الله أكبر. وزارة الدفاع السعودي العسري أي استهداف من الصواريخ S-400 الروسية ضد سنرد عليها بقوة. حياكم الله. عودا على حزم، السعودية تبدأ مهمتها العسكرية الثانية في المنطقة، هذه المرة من سوريا، وإن اختلفت الأهداف والظروف ونوعية العمليات عن اليمن. الطائرات الحربية السعودية تصل قاعدة أنجرلك التركية تمهيدا لتدخل عسكري بري ما زال موعده مجهولا في سوريا. المدفعية التركية تكسر صمتها، تبدأ بقصف قوات سوريا الديمقراطية في ريف حلب الشمالي. حنا جنود الله، حنا جنود الله من دون الوطن. حنا خلقنا الله نبيد أهل الفتن، نرفع شعار الحق ويموت الحسود، الظلم لا من بان بالحق اندفن، وإنا عدو الظلم من عهد الجدود. حنا خلقنا الله نبيد أهل الفتن، نرفع شعار الحق ويموت الحسود، الظلم لا من بان بالحق اندفن، وإنا عدو الظلم من عهد الجدود. إنا جنود الله من دون الوطن، وحدودنا بأرواحنا عن
يشهد لنا التاريخ فوقة المحن، حناها للعوجة على الهقوى نزود، يا شيخنا بالصوت نعلنها علن، ونعاهدك مع عدو الله نحود، يشهد لنا التاريخ فوقة المحن، حناها للعوجة على الهقوى نزود، يا شيخنا بالصوت نعلنها